أهلا فيكن. حنحضر اليوم صينية الدجاج بخلطة الثوم والليمون وجنبها الأرز الأصفر الشهي. وجبة غدا متكاملة كتير طيبة، وأهم من هيك إنها كتير سهلة وسريعة التحضير. بتمنى الفيديو يعجبكن وتحبوه، ياريت كالعادة ما تنسوني من اللايك والشير، وخلونا ننتقل لطريقة التحضير. أول مرحلة بدنا نتبل الدجاج. حنحتاج لمعلقة صغيرة من الملح، نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نصف معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، فصين كبار من الثوم مهروسين، نصف كوب من عصير الليمون أو عصير الحامض، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب من المي العادية. بنخلط جميع المكونات كتير منيح مع بعضها. بالنسبة للدجاج استخدمت حوالي الكيلو من قطع الدجاج، أكيد نضفتها كتير منيح. وضعت كمان بالخلطة شوي من شرائح الليمون لحتى يعزز النكهة بعد أكتر. نغمرن كتير منيح بالخلطة يلي حضرناها. من بعدها منغطيهن ونوضعهم بالبرد حوالي ساعة أو أكتر إذا ما كنا مستعجلين. بالنسبة للخضار استخدمت البصل والبطاطا، قطعت البصل لدوائر والبطاطا لشرائح طويلة، وما ضفت إلا البطاطا والبصل لإنّن أكتر شي بيلبقوا على الدجاج بنكهة الليمون والتوم. رصّيتهم بالصينية وضفت عليهن شوي من الملح والبابريكا. من بعدها رصّيت قطع الدجاج، وما مننسى أكيد مننزّل عليها كل الخلطة. من بعدها منغطّيها كتير منيح ومندخّلها على فرن محمّى مسبقًا على 200 درجة، بدها تاخُد معنا حوالي الساعة. ومن بعد مرور الساعة منكشّف على الصينية تمامًا، وبدنا نترك قطع الدجاج لحتى تتحمّر. وبهيدا الوقت منحضّر سوا الأرز. ضفت معلقة كبيرة من السمنة، فيكن أكيد الزبدة أو الزيت. من بعد ما دابت ضفت عليها البهارات الصحيحة وحمّصتن شوي. بصلة متوسطة مقطعة صغير، منحركها كتير منيح مع البهارات الصحيحة لحتى تدبل. من بعدها منضيف فص من الثوم، نتركهم مع بعض حوالي دقيقة لحتى يتحمصوا وتطلع ريحتهم. ومن بعدها ضفت كوب ونص من الأرز الحبة الطويلة منقوع لمدة نص ساعة، وأكيد غسلته بالأول كتير منيح لحتى تخلصت من كمية النشا. وضفت عليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقتين صغار من البهارات الأرز البخاري الجاهزة. حركتهم مع بعض كتير منيح وضفت عليهم مي غمرن. وأكيد فيكن تتأكدوا يعني من نوع الأرز يلي عندكن شو مكتوب على الكيس تبعه. منحرك الأرز كتير منيح لحتى ينغمر بالمي، وبدنا نتركهن على نار عالية لحتى تغلي المي. من بعد ما غليت المي هلأ بدنا نخفض النار لهادية جدًا، وبدنا نغطيهن حوالي 20 دقيقة. وهيك وجبة الغدا اللذيذة بتكون صارت جاهزة. وهيدا الأرز من بعد ما جهز عندي شوفوا كيف مش معجن وكل حبة بحبته، ريحته عن جد كتير شهية.
عن جد خلطة توم مع الليمون كتير شهية، ريحتها بتجنن وطعمتها ولا أطيب. بتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكن وحبيتوها وانطروني دائمًا إن شاء الله وصفات بعد أحلى وأطيب، ويالّا سلام.